لحظة كده بتعدي على أي حد فينا، لحظة بتقف فيها مع نفسك وتسأل: هو أنا ليه مرهق طول الوقت؟ ليه حاسس إني مش مبسوط رغم إني بعمل كل حاجة صح؟ الحقيقة إن في سبب بسيط جدا بس أغلبنا مش بياخد باله منه، إنك بتحاول ترضي الكل، بتحاول تكون الشخص الكويس المثالي اللي الكل بيحبه، بس النتيجة إنك بتخسر نفسك وطاقتك وراحتك النفسية. هنا بقى بيجي دور حاجة اسمها فن اللامبالاة. اللامبالاة مش معناها إنك تكون إنسان قاسي أو مش فارق معاك حد، بالعكس، هي مهارة إنك تختار إيه اللي يستاهل اهتمامك وتركز عليه وتسيب الباقي. يعني إيه؟ يعني مثلاً بدل ما تضيع وقتك ترد على كل تعليق سلبي أو تبرر كل تصرف بتعمله أو تعيش في قلق عشان نظرة الناس ليك، ابدأ تسأل نفسك: هو ده فعلاً مهم؟ هل الشخص ده رأيه بيغير في حياتي؟ هل الموقف ده هيفرق بعد سنة؟ لو الإجابة لأ، يبقى ببساطة ما تهتمش. واحدة من أهم الأفكار اللي اتكلم عنها مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة هي إنك لازم تبقى واعي بإن طاقتك محدودة، ومش كل حاجة تستاهل تديها من طاقتك. في ناس هتفضل تزعل مهما عملت، وفي ناس عمرها ما هتقتنع بيك مهما حاولت، وفي حاجات هتفضل تحصل غصب عنك حتى لو خططت لكل حاجة. الحياة مش دايما عادلة، والناس مش دايما منصفة، وانت مش مطالب تعيش عشان تبهر الكل. الراحة النفسية مش إن كل الناس تحبك، الراحة النفسية هي إنك تكون راضي عن نفسك حتى لو الناس مش راضية. هي إنك تحط حدود، تقول لأ من غير ما تحس بالذنب، وتبعد عن اللي بيستهلكك حتى لو بتحبهم. وده مش أنانية، ده احترام لنفسك، لأنك لو فضلت تدي الكل هتيجي لحظة ومش هتلاقي حاجة تديها حتى لنفسك. فن اللامبالاة بيعلمك إنك مش محتاج تحارب كل معركة، ولا ترد على كل كلمة، ولا تثبت نفسك لكل حد. الناس بتتغير، الآراء بتتغير، واللي شايفينك غلط النهاردة ممكن يبقوا أكتر ناس بيقلدوك بكرة. فبدل ما تعيش طول الوقت في قلق وتفكير: هم قالوا إيه؟ هم فهموني إزاي؟ طب أشرح؟ طب أبرر؟ ابدأ تقول: هل ده مهم فعلا؟ هل يستاهل وقتي؟ وخد قرار بسيط: لو الحاجة دي مش بتقربك من سلامك النفسي ما تهتمش. في النهاية اللامبالاة مش قسوة، اللامبالاة اختيار، إنك تختار تسيب اللي ما يستهلكش وتحتفظ بنفسك لنفسك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.